وعلى مود ابين لكم عظمه وقوه هذا الثلاثي راح اخذ مايكل اوليسي كمثال، مسجل 13 هدف وصانع 20 هدف، صانع 20 هدف هاي حط عليها 1000 خط، لانه حاليا تقريبا احنا بنص الموسم صانع لك 20 هدف، فتخيل ايش قد راح يوصل لنهايه الموسم اذا استمر على نفس هذا النهج. وعلى مود ابين لك قوه وعظمه هذا الرقم راح اجيب لك اساطير واقوى موسم صناعه اهداف بالنسبه لهم. مايكل اوليسي حاليا عنده 21 اسيست وبقى له 5 بس حتى يعادل الموسم البلندوري رافينيا، وهو حاليا عابر اسيستات فيرز اللي يعتبرون البعض اقوى موهبه بالمانيا، وبقى له 9 اسيستات حتى يوصل لافضل موسم صناعه اهداف بالنسبه لدي بروين اللي يعتبر الكثير واحد من افضل اللاعبين صناعه اللعب بالتاريخ. وقدامكم بقيه الارقام ولكن اخذوا صدمه كبيره، هذا هو اعظم رقم لصناعه الاهداف بتاريخ كره القدم. ميسي نسخه 2011 خلال 58 مباراه صانع لك 31 هدف، اما مايكل اوليسي خلال 29 مباراه صانع لك 21 هدف. وحتى صدمك اكثر، ميسي ب 2011 لعب كمهاجم وهم وحرفيا كل المنظومه تلعب على موده، اما مايكل اوليسي يلعب كجناح وما عنده اي مسانده هجوميه من الظهير مالته. فيكفيك الفخر يا مايكل اوليسي انك تقارن باعظم لاعب بتاريخ كره القدم او تعبر رقم. وهسه اجي دوركم بالتعليقات، هل تتوقعون مايكل اوليسي يعبر رقم ميسي لو لا؟